الجواب اللي قالوا الرفيق الزميل ضعيف إبراهيم وحتى الأستاذ ديدة، وجاوب على حتى السؤال ديال الأستاذ، لأنه أنت قلت على أنه كانوا غير 3 مداخلات اللي هي مطلعة الريتم شوي ولا مطلعة لاقام شوي النص. نو أنا بالعكس، أنا بالنسبة لي اليوم كانت معارضة بناءة معتمدة على المواد، على القانون، على ما هو قانوني، ووقفنا على الخروقات اللي كانت في الدورة واللي كانت حتى في صيغة إجراء الدورة اللي كانت غير قانونية كما قالوا الإخوان. وكان واحد التناسق واحد التناغم، يعني حتى إلى اللي كان حاضر اللي هي المسألة أنه مشينا تقريبا كما قال سيدي قبيل عن بدات أستاذة أبلاضي بواحد النقطة ديال على أنه الفائض، على التساؤل على التساؤل على الفائض منين جاء. يعني كنا كاملين موجدين نفس السؤال وقلناه عقب ذاك، لا عبد ربيه، لا سيدي لا سيد ضعيف، لا كذا، لا الإخوان، كانوا كاملين مشاو في نفس الطرح. من أين لك هذا؟ والله من أين لنا هذا؟ منين جاء هذا؟ وانت قلنا له في أول دورة، قلت لنا عن المداخيل هزيلة جدا، راهي ما عندنا حتى مداخيل، لا شي كاري وشي ما عرف شنو، وشي 200 درهم وشي 100 درهم وشي ما عرف شنو، وحاسب المتر 2 دراهم المكتريات وذا. يعني كيفاش عندنا في واحد الفائض، وباعتراف منه قال له على انه احد وزير الداخليه والله احد الوزراء قال له انت درت هذا الشيء كامل في المدينه وانت عندك تقول عندك العجز. يعني هذا اعتراف ضمني واعتراف مولي قدام كل شيء مفهوم. أنا كنشوف على أنه بتنسيق إخوان العدالة والتنمية مع حزب تجمع الأحرار كان تنسيق في المستوى، كان احترام، كنا في مستوى الحدث، ما راني نشكر روسنا، ولكن كنا في مستوى الحدث، لامسنا النقاط اللي خاصنا نلمسوها، موادها بحيثياتها بكل يعني. وكان اعتذار منه في كل نقطة كان نطرقوا لها، كيقول لك هذه اسمحوا لي ما رديت لها البال. يعني الراجل كاع ما رد البال ما هو قانوني مفهوم، يرد البال لا قانوني. هذا والسلام.